بطل تجري ورا الفلوس. انت فاكر انك لما تشتغل ب 18 ساعة وتفرم نفسك في الشغل عشان تجمع لك قرشين ان دي شطارة، وانك بكده هتفتح مصلحة ويبقى عندك قيمة؟ للأسف كان غيرك أشطر. مين اللي قال ان الفلوس هي اللي بتدي لك قيمة وسط الناس؟ مين اللي زرع الفكرة دي في دماغك؟ والدك، والدتك، التلفزيون، السوشيال ميديا، المجتمع؟ كل اللي حواليك اتفقوا على كلمة واحدة، ان الفلوس هي اللي بتحدد قيمتك كإنسان. متخيل اننا من صغرنا بيتم توجيع عقولنا للغمامة دي اللي بتخلينا نعيش حياة مش بتاعتنا، حياة مفروضة علينا؟ يؤسفني ان اقولك ان احنا مسخرين باختيارنا، عايشين في عالم مليان كل مؤثرات بتلعب على اللاوعي عندنا وبتغير فينا من غير ما نحس. طيب سيب كل ده، تخيل نفسك رجعت للتسعينات في الأرياف وسط الأراضي الزراعية وبعيد عن دوشة القاهرة. أول إحساس هيجيلك هو راحة البال، الطمأنينة. فاكر نفسك وانت صغير وأحلى أيام قضيتها برغم بساطتها؟ انت ليه مقيد نفسك؟ ليه بتضغطها طول الوقت؟ ليه عايش بنضارة المجتمع مش بنضارتك انت؟ هتقول عشان يبقى عندي قيمة؟ هقولك عمرها ما كانت القيمة في الماديات زي ما المجتمع مصورلك. القيمة الحقيقية هنا في عقلك، انك تتعلم وتطور من نفسك وتجرب وتكتشف نفسك انت بتحب ايه وتقدر تعمل ايه. دي السكة اللي هتخلي عندك قيمة حقيقية تقدمها للناس وتاخد قصادها مقابل. وللأسف دي الحاجة اللي انت بتكسل تعملها. انت جاهل. الكلمة دي زمان كانت بتتقال على الشخص اللي مش معاه شهادة، لكن مع انفجار المعرفة حوالينا بقى الشخص اللي معاه شهادة جاهل. وهنا المشكلة مش في الشهادة. الجهل الحقيقي هو عدم معرفتك بالشيء، انك تبقى مش عارف قيمتك الحقيقية فين ومش عارف ازاي تستثمر في اهم اصل عندك، عقلك. عشان كده لازم نفصل دماغنا شوية، نبطل نكتسب مصطلحات وعادات من المؤثرات اللي حوالينا ونوفر لنفسنا البيئة اللي تساعدنا. ركز، يمكن توصل لقيمتك اللي كان نفسك فيها وانت صغير. يمكن تفتكر انت عايز ايه بجد، بدل ما تبقى عامل زي مكنة الاي تي ام كل همها الفلوس، بتجري ورا اي مصلحة يقولوا لك عليها بتجيب كام الف في الشهر. انت غلبان، بتجري ورا ايه؟ العالم كله عايش في حالة تضخم والفلوس قيمتها بتقل كل يوم. ليه بتجري ورا حاجة قيمتها بتقل مع الوقت وسايب اهم حاجة قيمتها بتعلى طول الوقت، اللي هي قيمتك، عقلك، مهاراتك؟ البوصلة بتتكيف مع الحركة. بطل قاعدة على الكنبة مستني المنقذ اللي هيديلك الخلطة السحرية عشان يبقى معاك فلوس. قوم ابدأ في أي حاجة تطلعك من اللي انت فيه، ومع الحركة اتجاهك هيتعدل لوحده وهتكتشف شغفك الحقيقي. أنا مش هنادي عليك كتير، السكة اهي، ويلا بينا نبدأ باللي في إيدينا دلوقتي.